كابتن احمد الجمل بنرحب بيك في موقع الاسماعيلي. اهلا وسهلا. كابتن عايزين طمنا على الاصابه ونوعها وهتقعد قد ايه وكده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. طبعا انا جالي كده يعني شد قوي في العضله الضمه، يعني تقريبا هتاخد لها اسبوعين ان شاء الله. يعني وان شاء الله يعني مع الاسبوعين دول يعني ان شاء الله الواحد يعني يعمل برنامج تأهيل كويس كده ان شاء الله، يعني بدأويات. الجهاز الطبي يعني دكتور مجدي الباز حاطط لي برنامج الاسبوعين دول ان شاء الله انفذهم ان شاء الله باذن الله. يعني مسافر مع الفريق؟ لا ان شاء الله، ما انا يعني مش مسافر. كان كمان يعني سبحان الله، يعني انا كنت كده مش مسافر، يعني بسبب ان شاء الله ربنا كده يعني يبارك وتمشي على خير ان شاء الله. طالع حج ان شاء الله. الف مبروك. ده خبر علينا الحمد لله. يعني هو ده الحاجه اللي الواحد يعني مهون عليه، والحمد لله يعني الواحد مش زعلان الدرجه الكبيره عشان الاصابه ديت يعني. بس هو ان شاء الله يعني الواحد يرجع بقى ان شاء الله كده من الحج، يبقى ربنا يحميه. طبعا ربنا بقى يحميه يعني من كل شر ومن كل عين وبتاع الحاجات دي، يعني ان شاء الله تفرق معايا الحج ده، يفرق معايا جدا ان شاء الله باذن الله. اكيد. هتمشي امتى ان شاء الله؟ يعني ان شاء الله يعني يوم 10/10 كده هعرف الميعاد بالظبط، يعني هو من 10/10 ل 15/10 هيبقى ان شاء الله ميعاد السفر بتاعي ان شاء الله. احنا يا كابتن خبر اسعدنا ونتمنى لك ان ربنا يتقبل ان شاء الله. امين يا رب. امين يا رب. امين يا رب. نتكلم بقى يا كابتن عن الفرقه، وانت شايف الفرقه ازاي والمستوى بتاعها والماتشات الوديه اللي اتلعبت. انت شايف كده، ادينا تقييم كده عن الفريق. والله انا شايف ان النادي الاسماعيلي يعني الفترة اللي فاتت دي كانت الناس كلها بتقول ان النادي الاسماعيلي بيمر بظروف صعبة جدا يعني. في 7 لعيبة مشيوا، 7 لعيبة من الأعمدة الرئيسية في الفرقة، يعني تقريبا 80% أو 80% من هيك الفريق، 80%. فده يوقع أكبر فريق في العالم، مش النادي الاسماعيلي يعني. النادي الاسماعيلي طبعا فريق كبير، والنادي الاسماعيلي مر بظروف يعني زي كده، وهو قادر ان هو يعني يعدي المرحلة ديت. وانا دايما بقول ان الاسماعيلي صانع النجوم يعني. فان شاء الله اللعيبه اللي جم مع اللعيبه القدام مع اللعيبه الناشئين ان شاء الله يعملوا، يعني ان شاء الله نقدر نعمل يعني السنه دي تيم كويس، وان شاء الله نقدر ننافس يعني، او على الاقل نبقى يعني تيم قوي، او يبقى نلعب باسم النادي الاسماعيلي اللي الناس كلها عارفاه، او كره النادي الاسماعيلي. اعتقد ان لو لعبنا باسم النادي الاسماعيلي وكره النادي الاسماعيلي اعتقد ان احنا هنبقى يعني هنقدر ننافس على بطوله كده ان شاء الله. شايف يا كابتن نتائج الماتشات الوديه دي؟ بص، انا هقول لحضرتك على حاجه. انا عمري يعني انا طبعا ما بقتنع، يعني طبعا الماتشات الوديه دي حاجه مهمه جدا، لكن انا عمري ما بقتنع بالنتائج الماتشات الوديه ولا بالاداء الماتشات الوديه. الماتشات الوديه غير الماتشات الرسميه بكتير، وفي اختلاف كبير في الروح وفي الاداء وكل حاجه. الماتشات الرسميه ليها حسابات ثانيه خالص، ليها اداء ثاني خالص. انت الحاله النفسيه بتبقى في المباريات الرسميه غير المباريات الوديه طبعا. فانا اعتقد ان احنا في الماتشات الرسميه هيبقى شكلنا واسلوبنا غير كده خالص يعني. وان شاء الله يعني نقدر يعني زي ما قلت لحضرتك ان احنا هيبقى في منافسه على حاجه، لان احنا النادي الاسماعيلي لن يقبل الا بالمنافسه ان شاء الله. بس ان شاء الله كابتن، نتمنى لك التوفيق وتدعي لنا ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب. نطمن عليك دايما. يا رب، ربنا يبارك.